هاي، اخباركم ايه؟ واحد بيقول انا ساكن فوق امي وابويا متوفي، ومراتي رافضه اننا نخلي امي تطلع تتغدى معانا او حتى ننزل نتغدى معاها. بتقول ابعت لها الاكل وكل مع عيالك، وكل واحد يكون في بيته على راحته وانا مش ملزمه بيها. وكل يوم بنزل لامي الاكل، بس كتير بلاقيه زي ما هو، وساعات بلاقيها شربت العصير بس وتقول انا شبعت. وحاسس ان امي محتاجاني حد ياكل معاه ويونسها، بس انا خايف مراتي تزعل، ومش عاوز مشاكل مع اهلها، ومفيش غيري في البيت، واختي مسافرة في غربة مع جوزها، ما بتنزلش غير شهر واحد كل سنتين او 3. وبشوف امي دايما ساكتة، وخايف عليها انها دايما قاعدة لوحدها، وانا مش عارف اعمل ايه واتصرف مع مراتي ازاي. ما تزعل يعني، مراتك ما تزعل. يعني انت خايف على زعل مراتك بس مش خايف على زعل امك، وامك ساكتة علشان ما تخربش عليك انت ولا مراتك. يعني ما تخليك حكيم شوية، يعني تعرف تعدل بينهم. يعني انت مثلا يوم تنزل تفطر مع مامتك، تتغدى يوم مع مامتك، يوم مع مراتك وعيالك. في يوم تنزل عيالك مثلا، قول لهم انزلوا اتغدوا مع نانيتكم او افطروا مع نانيتكم، وانتوا طالعين وانتوا نازلين شوفوا نانيتكم عاوزة حاجة. اللي انت ما تخلي الاتنين راضيين، يعني انت ترضي ده وترضي ده، بس ما تجيش على حساب امك. احسن امك كبرتك وربتك، وفي الاخر اللي انت ما تسألش فيها ده حاجة اهلاها ومزعلاها علشان هي كده ساكتة ما بتتكلمش. وانا بستغرب، يعني يا واحد مش عارف يراضي امه وخايف على زعل مراته، يا واحد عاوز يراضي امه ويجي على مراته. هو ليه الواحد مش عارف يعدل بين الاتنين؟ ليه احنا مش عارفين نفرق اللي امنا اللي واجب علينا اللي احنا نراضيها ونودها ونسأل عنها دايما، وفي فرق بين اللي مراتك احاول اخلي الاتنين يحبوا بعض، يعيشوا مع بعض في حب وسلام. ليه يعني انا مش فاهمة ليه كل واحد مش عارف يعدل الطرف التاني. من تعلمك هتكبر برضو، وولادك هيعملوا فيك نفس اللي انت بتعمله مع امك. حاول اللي انت تخلي ولادك اللي هم يبقى فيهم رحمة، علشان لما تكبر يبقوا رحمين بيك. ده حاجة مش محتاجة سؤال. حاول تعدل بين الطرفين وتراضي بين الاتنين وما تجيش على امك. يعني مش فيش عاوز اعمل مشاكل مع اهلها، ما هي لو اهلها احتاجوها انت هتمنعها؟ ايه ده؟ يعني حاول تتكلم معاها بالعقل. دي امي وانا المفروض اللي اسال فيها واودها. يا ستي انت مش ملزمه انت حره، بس دي امك، انت ملزوم بيها تراعيها وتخلي بالك منها، ولو احتاجت حاجه تجيبها لها، زي ما انت برضه وانت كنت صغير كانت بتعمل معاك كده. دي مش محتاجه سؤال، ولا محتاج ان انت حد يقولك انت تعمل ايه. فكر انت لما تكبر ولادك هيعملوا فيك ايه، زي ما انت عملت مع امك ولادك هيعملوا فيك.